هذا البرنامج حقيقي، مش كوميدي ومش ساخر، يرصد كل ما هو مغشوش وشمال. أنا عايزك تاخد بالك، تنتبه لما تقرأ، تنتبه لما تشوف، تنتبه لما تسمع. احنا في زمن الخبر والنت والألوهات والثورة والمعجزة والمستحيل اللي مات. آن الأوان يا شعب نقول وما نخافش، بنحبها بضمير، مش غش ولا إشعاع. بلالين ومالية البلد وبتحجب الأخبار، هنفرقع البلالين ونصحصح النايمين، نحكي على السامعين إشاعات مطرداهم. مركبنا طلعت يا ناس هتلف بينا المراسي، واللي هيكدب هناخده ورا مصنع الكراسي، ورا مصنع الكراسي، ورا مصنع الكراسي. اهلا بيكم ورا مصنع الكراسي. تعالوا نبدا حلقتنا النهارده بالتوب 5. طبعا احنا في مجتمع مفتوح على كل الثقافات، بنستوعب اي ثقافه وارده لينا وبنطورها، لكن في بعض النجوم مصره تبقى اومن مايند زياده عن اللزوم. معانا في المركز الخامس الفنانه مايا دياب. قالت ان هي بتدعو للمساكنه. سالت يا جماعه يعني ايه المساكنه دي؟ كلمه جديده عليا. قالوا لي المساكنه دي يعني الشاب والفتاه يقعدوا مع بعض في مكان مقفول قبل الجواز، زي ما هي عملت. قال ايه؟ عشان ياخدوا على بعض. انت مع المساكنه؟ انا قلت قبل مره ايه. وبعدك عند رايك؟ خير ليه؟ خير يعني شو؟ عم بسال بعدك عند رايك؟ ايه بعدني عند رايي. ليه انت مع المساكنه؟ شو بتساعد؟ بتساعد على فهم الاخر اكثر. يعني ما عندك مشكله تكون بنتك بعدين عامله مساكنه مع احد؟ مثل ما بدها تعمل. وفي المركز الرابع الفنان لطفي لبيب. لكن الفنان لطفي لبيب اعتذر عن التصريح ده بعد ما حس بصدمه الناس. هيعاتبوني ويقطعوني بسبب الجملة دي، انما هقولها. اتفضل. محتاجين نسبة عري في التلفزيون شوية تكسر الكبت اللي موجود عند الناس. اما في المركز الثالث الفنان احمد الفيشاوي. هو لينا نفسها صعب تتخيل ان انا ابوها اصلا يعني. بس احكي لي يعني هي مش نفسها بتقول ايه العيل لهبل يعني. تقول لي مثلا داد I'm a two timer يعني مصاحب ولدين في نفس الوقت. فاقول لها ايه يعني ايه يا لينا؟ تقول لي يعني انا معجبه بمحمد ومعجبه باشرف مش عارف مين. اقول لها طب ودول بيبقى ايه؟ يعني معاكي في المدرسه دول مثلا او حاجه معاها في الفصل، فهي معجبه بالولدين دول، فتقول لي ده تو تايمر. فانا ابتدي اقول لها طب حبيبتي يعني شوفي انت مثلا مياله لمين اكتر فيهم. اما المركز الثاني فكان من نصيب الفنان هاني رمزي، اللي قال ايه؟ انا لو اكتشفت ان ابني بيتفرج على افلام اباحيه ولا هبطأ ولا هتكلم، اخد بعضي وامشي. حريه شخصيه، ما تتدخلش في هذا تصرفات شخصيه، بس من بعيد لبعيد هوجهه. اما المركز الاول للفنانه نجمه الاوبن مايند الفنانه انتصار. في قناه بتجيب السكس في شكل دراما، شكل فيلم بقى. ده انت ملمه بالموضوع. طبعا. طبعا. طب بتتفرجي؟ انا حره. ازاي؟ اتفرج ما اتفرجش ما يخصكيش. بس ما ولا ينفعش يخص تصرحي حد بيه. لا انا حره واصرح. لا ازاي؟ ده انت في اي، ده انت فنانه، اي حد ممكن حبيبتي انا حره في حياتي، يتقيد فيكي. انا حره، انت مالك؟ بس ما ينفعش ابقى حره يا مدام انتصار ان انا اطلع يعني اصرح وانت بحاجه اساسا حرام. يعني ده هو بيقول لك حرام. طبعا مشاهده طب الافلام وانت الاباحيه مالك برضه حرام. بالحرام والحلال في حياتي؟ واحنا من ورا مصنع الكراسي بنقول لنجومنا لسانك حصانك، ان صنته صانك، ولو ما صنتوش هتشرفنا ورا مصنع الكراسي. ورا مصنع الكراسي. كتير كنت بسمع ان فلان ده اتعمل معاه الجلاشه، فلانه دي اتعملت معاها الجلاشه، لكن نعرف الجلاشه دي يعني ايه؟ عرفت من رد هيفا على المذيع. الفستان الاحمر اللي ظهرتي بيه على افيش حلاوه روح بيرمز لايه؟ ايه فستان ماني مذكرته. اورانج شوي لون فستانك. ده معناه علشان تشدوا الناس، تشدوا الجمهور. هو انت لابسه احمر النهارده عشان تجذبي انتباه الجمهور، ولا انت عاجبك كبنت لابسه فستان احمر على الجبهه؟
ورا مصنع الكراسي. ورا أثناء الكراسي. ورا مصنع 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 الكراسي. زمان كان في حاجة في جزيرة العرب اسمها سوق عكاظ. السوق دوت كانت الناس تقعد تغني وتقول شعر ويبيعوا جواري. دلوقتي النسخة بتاعته برامج المواهب. برامج المواهب دي الموضوع سهل، كل قناة عندها البرنامج بتاعها. عندك استوديو، عندك 4 حكام، يا إما ممثلين يا إما مطربين. المهم عبي وزيع وهات رسايل بالملايين. بس اللي الناس ما تعرفوش كواليس البرامج دي. والله في خفايا في أي برنامج الناس ما تعرفها. أول حاجة طبعا ما كنت أعلم بالشيء هذا، يعني قدمت زي أي مشترك على عماية، فتعدت المراحل وصار اللي بيمثل السعودية والخليج فارس المدني، عقود احتكار 10 سنين، شرط جزائي $5 مليون، 60% لهم من كل شيء. لا قدر الله لو صار لك حالة وفاة إجباري تحضر الحفلة حقتك، سواء أبوك مات أمك ماتت لازم تحضر الحفلة، أو إنك تدفع $5 مليون. ما في تعليق بقى. لا تعليق لا تعليق ولا تعليق. تضايقت كثير من تصرفات راغب علامة معايا كثير. هو زودها. لا أنا عمري ما ضايقته، وبتحدى حد يمسك علي مأخذ إني أنا ضايقته. قدم اعتذار رسمي لكل الوطن العربي على موضوع الشوز، بس أنا بتعامل مع زرار يعني. وده اللي خلى فنانين كبار جدا يرفضوا يشاركوا في البرامج دي، مثلا زي جورج وسوف. ما في بروجرام طلع لهلا وطلع منه نجم بهذه البرامج التجارية حبيبي. شو قلي لك يا ابني المحكمون عاوزين حكم. خلاص لا وبيجي مثلا حدا بيغني اجنبي فرنسي، بتلاقي واحد قاعد عم يعمل هيك، هو عربي هدول بيعرف يحكي. مع احترامي للكل، غنوا قدموا فن ما تحكموا. وطبعا لما واحد بحجم السلطان جورج يقول الكلام ده يبقى الموضوع فيه كذا إن. تخيلوا في متسابق قدر يخدع كل القائمين على البرنامج، لكن الحمد لله دخل مرتين ومحدش اكتشفه إلا لجنة التحكيم الواعية. رحلة عمري لازم غصب عني تمر، هي حياتنا نقط وحروف مش عارفه احس ان عايزه ده اصوت. مصطفى كامل يا تامر، ده مصطفى كامل. الغنوه دي مصطفى. محدودة رحلة عمري لازم غصب عني تمر. مصطفى كامل بس هو من الايام. طيب عامة يعني انت وصلت لهنا فاطلع اطلع السلم. كل لحظة ألم لحظة ندم، قد اللي راح كل الجراح. ما تهزنيش ما كل شويه تطلع لنا يا تامر. فرحت غيرت ولبست نظاره وجيت يا تامر. طب اشيل نضاره عشان عايزه اشوف عينيك بقى. مش انت اللي جيت من شويه؟ اوكي. انا قفشتك. قفشتك يا تامر. اللي فهمته من الفيديو ده يا اما المتسابق ده جبار وقدر يخدع كل الاعداد والاخراج وكل القائمين على البرنامج، يا اما البرنامج ده متفبرك ومهروشه الدنيا. نسيب ده كله ونروح للمتسابق اللي فضل يضحك على نفسه.
لكن الحقيقه مش كل البرامج بيكون هدفها اكتشاف المواهب، لجان التحكيم بيبقى ليها اهداف تانية خالص. على فكره انا كنت في البرنامج ده. كاتبت لي قصي الوسيم. شكرا حبيبتي. كل سنة وانتم طيبين. انت ممكن ابوسك؟ ايوه طبعا. يا حياتي. انا مشان ما يقولوا إيه عم بقلد حبيبي؟ قصي. هلا بعد شوي انا اذا بتسمحي لي كمان بتسمحي لي ببوسك؟ ما يا حياتي. أنا يا جماعة أنا عاملة الهدايا مخصوص عشان أجي أتباس. هم استغنوا عني. بابا يا بابا يا بابا، بابا يا بابا يا بابا. لا 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 لا. ايوه حبيبي، طبل يا طبل على خيبتك وخيبة امك. لا تمسك لك كتاب ذاكر فيه، الامتحانات قربت يا ابني. انا طافح الكوتا عليك عشان تتعلم. يا بابا فكك مني بقى، انا ما بحبش التعليم. ما بتحب ايه يا روح امك؟ يا بابا انا فنان صاعد، فنان صاعد وابو قوه. صاعد وابو قوه؟ ايوه. طب نظام المصاريف اللي انا بدفعها في الجامعه دي بدفعها بقوه، نظامها ايه معاك؟ يا بابا الشهاده شيء مكمل في حياه الفنان مش اساسي. يا راجل انا كده استكفيت يا ابني ومش مكمل صرف. مش مشكله، انا لما انجح في المسابقه هصرف عليكم. مسابقه ايه؟ ده انت اكتر حاجه تكسب فيها هي الفشل يا فاشل. يا بابا مسابقه اقوى الصوت. ايه؟ اقوى الصوت. دي حاجه قبيحه دي ياض ولا ايه؟ لا 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 يا حاج خالص. امال عباره عن ايه دي؟ يعني مسابقه اجمل صوت كويس. يعني مالكش دعوه بالكوسه يعني؟ خالص. طب سمعنا حاجه. يا سلام يا حاج. قوم اقف وانت بتكلمني، قوم اقف بص. حاضر يا حبيبي، يا حاج ارقص معاك. لا تتكلم. لا يا حاج لا. يا حاج. جبار جبار جبار. هما 3 جبار ولا 2 جبار؟ جبار. بسم الله الرحمن الرحيم. الاسم منشي، السن 28 سنة، الموهبة الغنى. جبار جبار. ايه يا جماعة؟ ادوني فرصتي والنبي والنبي. واحدة تاني بس. جبار جبار. دي كوسة. ده رقمي، اتصلوا بيا، قصدي صوتولي. بصراحة بحس انه تمثيل فوتوشوب كده يعني. كلها بقت محسوبيه. بص انا في رايي الشخصي ان هم متفقين، بيبقوا مبينين بقى ان هم متاثرين قوي وان هم بيعيطوا من الاغنيه والكلام ده كله. ده اللي ما بيعجبنيش قوي، ردود فعلهم احيانا ما بتبقاش كويسه يعني. احنا قاعدين بنتفرج عادي وهو بقى شو واعلانات والجو ده، لكن حاسه ان هو ما بيبقاش حقيقي. هو اكيد يعني لازم يبقى في اتفاق مين اللي يكسب ومين، بس هو الموهبه اللي المفروض من عند ربنا تمام، المفروض هي اللي تكسب. جاي بصراحه دمي محروق. اختلاط البنات بالولاد مثلا، دي تفوز تروح دي حضنة ولد بايسة ولد، الكلام ده لا طبعا مش ضد الكلام ده هنا. حتى لو مختلفين في الثقافه شويه تمام، لكن انا شايف ان الفن ملهوش ليميت معايا. والله انا ما عنديش موهبه الغنى او كده عشان اقدم، وبعدين حتى لو عندي الموهبه مش هقدم، لان انا زي ما بشوف اسفاف وابتذال صعب جدا ان انا اقدم فيها، لان دي مش تخالف مبادئي يعني. اي موهبه عندي دلوقتي لازم اكتشف الموهبه دلوقتي. روح 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 قول له يا قمر، عايز تقابلني ليه هتتكلم في ايه؟ كل واحد فينا جواه موهبه، بس مش لدرجه ان انا اروح عشان اطلع. اصل في النهايه انا عارفه هم بيعملوا كده ليه. انا قلت ان هم بيمثلوا. القلب يعشق كل جميل ورا مصنع الكراسي. المية تروي العطشان وتطفي نار الحيران. الله، يا سلام على الصوت، يا سلام على اللحن، يا سلام على الإحساس. أجمل هاوي الحضن مليان وأنا عايم على
مشهد متوظف صح في فيلم محترم، لكن بعد مرور السنين الوضع اتغير. دخلت على النت من كام يوم لقيت فيديو كليب لمطربه بتعمل زي الناس، وقال لك الحق يا جدع الاخلاق بتنهار. قلت الاخلاق بتنهار، قلت الحق اروح اتفرج. لقيت الفيديو من 2010، يعني الاخلاق منهاره من زمان جدا، بس احنا اللي مش واخدين بالنا. انما مذيعه مصريه تطلع في قناه مصريه داخل بانيو مصري وفي ميه مصريه على جسمها رغاوي مصريه على قناه مصريه تطلع كده. انا النهارده صورت كده ليه؟ صورت علشان اقول العبره في النهايه دي مش ميه، ده فوم بتاع العيد ميلاد، وانا هقوم اقف علشان الناس هتقول المذيعه طالعه في البانيو وطالعه بتستحمى على الهواء، هناخد شتايم. بس انا قلت لكم العبره في النهايه. اللبس اللي انا لابساه ده لبس ممكن اروح بيه عيد ميلاد، ممكن انزل اروح بيه اي كافيه اي مكان. وبعد ما المذيعه كسرت التابوه طلع اللفندي ده يقلدها. على مر العصور تطورت هذه الحمامات وأصبحت منتديات اجتماعية للاسترخاء والمسامرة تعيش فيها حياة الملوك والسلاطين. على فكرة عايز أقول لك أنت شكلك كان وحش قوي، وعلى فكرة أنت عيل قلوب وبتاخد أفكار الناس زي ما أنا عملت كده بالظبط. بس شوف التطور بقى، أنا طورت أهو. فين حاجاتك الشخصية؟ وانا مصنع الكراسي. معانا في فقرة الشيزوفرينيا النهارده المذيع الحبوب شريف مدكور، اشهر اعزب في الوسط الاعلامي تما. بصراحه لما ابتديت اتفرج على فيديوهاته بقى يجيلي دوران كده، بقيت احس بحاجات غريبه، ما بقيتش فاهمه، ما بقيتش فاهم بيقول ايه. يعني ايه مش متجوز ولابس دبله في الشمال، او متجوز ومش قايل لاهلي، او مخبي على حد؟ ايه يا عم جننتنا. مفيش مشروع جواز في حياتك؟ لا، ولما اتجوز مش هقول. مش هتقول؟ لا. ليه؟ جايز ابقى متجوز على فكره. ممكن، كل شيء ممكن. هو انا لو اتجوزت يعني مش هعلن قوي ان انا متجوز. يعني ايه؟ ده مبدئيا. ادي فيديو تاني نفهم منه ان كل اللي بينتقدوا شريف شواذ فكريا. هو اللي بيقول كده، بس بيقول انا بحترم الراي الاخر. ازاي؟ اختشي على امك. عيب يعني، انت في الغالب طبعا فسل تافه، مش عارف اقول عليك ايه، هو مريض نفسيا. رساله انا عايز اقدمها، رساله احترام الاخر ورساله احترام افكار الاخر. اتعلمتي في انهي صفيحه زباله؟ انت اتعلمتي في انهي صفيحه زباله؟ امك وابوكي دول اتعلموكي ايه؟ خشوا بقى وروني جمهورنا هيعمل ايه فيها. رساله انا عايز اقدمها، رساله احترام الاخر ورساله احترام افكار الاخر. في المجتمع اللي احنا فيه للاسف اللي فيه نسبه كبيره من الناس اللي عندها شذوذ عقلي. شذوذ عقلي. رساله انا عايز اقدمها، رساله احترام الاخر ورساله احترام افكار الاخر. ما علينا، قلت افكر واستقرئ المعطيات. ربما اخرج باستنتاج استدلالي واعرف بقى اللي مأخر جواز شريف ايه؟ المعجبات؟ ولا انت عايز تحافظ على المعجبات؟ دي حته ده بجد. ده جزء. اكتر حته بحبها في الست ايه؟ الحته دي. حته غريبه قوي، اشمعنى الحته دي؟ زي كده. الحته دي يعني لما بتشوف ست بتبص على الحته دي؟ الحته دي والسنان. طريقه الستايل بتاعك ده واخده من مامتك ولا واخده من باباك؟ امين الستايل ان انت واخدهم من عيله خنافس. لو ان بجد والنبي. المعجبات اللي عندي اغلبيتهم كبار سن بيعتبروني ابنهم. يمكن عشان انت كيوت وحبوب وناعمه يا غريبه. مش شير دي بس من غير مايك، فانا هيتكلم في مايك. ايه؟ اتكلم في المايك بتاعك؟ تعالى بس اقعد على كرسي المذيع. تعالى بس اقعد على كرسي المذيع هاكلك حاجه بس. هتاكلني تعالى ايه؟ تعالى بس هظبطك ما تقلقش. تعالى بس تعالى. ده انا ما صدقت، انا مش هسيبك النهارده. اجيب مايك طيب؟ هيجيبوا لك مايك. هيجيبوا لي مايك. هيجيبوا لك مايك. استريح بس على الكرسي. اهم حاجه انه لازم البشره تبقى لفوق ولا لتحت؟ مبلوله بطريقه دائريه. اعمل ايوه، ودايما صح من تحت لفوق عكس اتجاه الجلد. ايوه كانك يعني بتعمل احلى صنفره في الحياه قوي يا شريف. كمان
ومده على رجلك اكتر ومن لا بص انت شوف نزلت غلط، دايما من تحت لفوق. اوكي. حاسس بايه؟ عايز ميه تاني؟ لا مبسوط. استنى. مبسوط. ما تحاول تعملها بطريقه دائريه شويه يا شريف. ايوه مش صعب. معلش. ولا عشان انت خشن واجريسيف ومفتري؟ حلوه اجريسيف دي. 8 9 10 اجمد، اتنفس كويس. 10 كمل كمل كمل. لا انت اديتني اوردر. في ايه بقى؟ استاذ شريف. في ايه؟ شريف في ايه؟ شريف بعد كل الفيديوهات اللي شفتها لشريف ما قدرتش اقفش له كاركتر محدد. هل هو كيوت وحبوب ولا مفتري فحت؟ بس صدمني بصراحه. في نهايه الفقره دي صدمني في فيديو جنني. في ناس متجوزين كتير ومش لابسين دبل والعكس. يا راجل. يعني عندنا المخرج جوه مثلا مش لابس دبله. هو متجوز. بس حضرتك كنت قلت ان سنك 41 سنه. طيب عندك مشكله ولا في عطل فني ولا حاجه؟ ممكن اروح للدكتور اكشف واقول لحضرتك. شكرا. عفوا. انا مش عارف ليه مركزين مع الراجل قوي كده. ما الراجل عايز يتجوز يتجوز، مش عايز يتجوز ما يتجوز. ما تبقوش ناس حشريين. مات الكلام. هو ما ينفعش غير ان هو يتعمل له عمليه في الحقيقه. بعد ما يتعمل له كده العمليه ويقوم بالسلامه يوقفوه قفص يتحط كده في ميدان التحرير لمده ساعه، يقف ونكتب له كده مبروك عليك العمليه. ورا مصنع الكراسي. ختام الكلام تحيه وسلام وحبه احترام للناس التمام. اصحى وصحصح وخليك راسي، ومستنينك الحلقه الجايه ورا مصنع الكراسي. ما علينا، قلت افكر واستقرأ المعطيات، ربما اخرج باستنتاج استدلالي. ما علينا. ما علينا. ما علينا. قلت افكر واستخرج باستنباط معطيات فكراني. ايه اللي انا قلته ده؟ ما علينا. قلت افكر واستقرئ المعطيات، يمكن اخرج باستنتاج استدلالي. اللي مأخر جواز شريف ايه؟ المعجبات مش الاستنتاج ده. ماشي. كنت عايز ارجعها تاني. مش ده الاستنتاج الاستدلالي. صباح الفل. فيديو حلو الكلام ده.